فاللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. سبحانك يا رب، ما أعظم ما أظهرت لنا من بديع خلقك، وما أكثر ما غاب عن إدراكنا من عظيم قدرتك، وما أوسع ما لم نحط به من واسع سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وروتين جديد. روتيننا النهارده هيكون روتين مسائي، روتين فعلا تحدي الكسل بجد. انا عايزه اقول لكم ان كنت كسلانه جدا مش عايزه اقوم اعمل اي حاجه، فقلت افتح الكاميرا واصور معاكم. بس قبل ما نبدا اي حاجه عايزاكم طبعا تحطوا لي لايك، لو لسه ما حطيتش اللايك انزلي حطي لي لايك من ايديك الحلوه، واكتبي لي كمان كومنت حلو كده يفرحني ويشجعني. ولو انت اول مره بتشرفي قناتي اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. ويلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما خلصت الغدا غسلت المواعين وكسلت بقى على كده ودخلت كده ايه، نمت في السرير شويه، قلت هريح شويه وبعد كده اقوم ايه اكمل شغلي. زي ما انتم شايفين المطبخ بجد يضرب يقلب، بالذات الارضيه الفرش عايز يتغير. وبعتذر لكم على المنظر اللي انتوا هتشوفوه ده. يعني الفرش بصراحة متبهدل اخر بهدلة، محتاج ان هو يتغسل ويتغير بقى ونحط فرش جديد. فانا كنت كسلانة بصراحة، يا دوب بس غسلت المواعين وقلت بقى ايه هدخل انام وكده، وشغلت الغسالة. إيه وقلت الصبح بقى بقوم اكمل وخلاص واتنشط كده الصبح، والجو برد ومش عارفه ايه. عايزه اقول لكم كان في صراع كده داخلي، ضميري بيقول لي قومي يا بنتي شوفي اللي وراكي كده وخلصي مطبخك علشان تنامي وتصحي مرتاحه ميبقاش وراكي حاجه. وشطاني بقى في الناحيه التانية، يا بنت خليكي نايمه تحت اللحاف، حد يسيب الدفا كده ويقوم يشتغل في الميه وفي البرد. المهم الحمد لله كده استعنت بالله واتغلبت على الشيطان، وقمت قلت ايه علشان اتحدى الكسل لازم طبعا افتح الكاميرا. زي ما قلت لكم قبل كده، لما بكون كسلانه افتح الكاميرا اتنشط واتشجع معاكم. المهم الشنطه دي اللي كانت على الرخامه كان فيها شويه حاجات كنت شاريها من قبلها بيوم، فقلت بالمره بما انها يعني صورتها وكده فاقول لكم انا كنت شاريه ايه، واقول لكم يعني على المستجدات في الاسعار. انا عارفه ان كل ما بعمل فيديو بصدمكم بالاسعار كل مره. زي ما انتم شايفين كده، انا كنت رايحه اجيب بقى ازازتين زيت كده من اللي هي الازازه بتبقى لتر، فلقيت الازازه واصله ل60 جنيه زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات برضو. يعني اللي بيبيعها ب60 جنيه واللي يعني عامل عليها تخفيض شويه، يعني ربنا يبارك له، عاملها ب59 جنيه. المهم جبت الازازتين اللي انتوا شايفينهم دول. الازازه طويله تحس ان هي كده فيها 2 لتر ولا حاجه، بس هي وزنها 900 مللي يعني اقل من اللتر. الازازتين دول كانوا عاملين 95 جنيه، يعني الازازه ب47 جنيه ونص. يا بلاش والله، مش عارفه والله الاسعار دي واخدانا لحد فين. المهم كمان جبت الصابون اللي هو بتاع المواعين ده، السائل ده. المحل ده يعني هم اللي بيعملوا الصابون ده على ايديهم، حتى تلاقوه مش عليه اسم شركة ولا تاريخ انتاج ولا اي حاجة، هم بيعملوه بنفسهم في المحل. انا كنت بشتري زمان من سنين كتير قوي، اول جوازي كده من سنين، من اكتر من 10 سنين ولا حاجة، وبقالي كتير قوي ما جبتوش. فلا بصراحة لما لقيتني قريبة من المحل قلت لا اروح اجيبه اشوفه يعني لسه حلو كده زي زمان ولا لا. المهم جبت الكيسين دول، كان الكيسين ب5 جنيه تقريبا، الكيس نص لتر يعني ب2 جنيه ونص، اللتر يعني على بعضه ب5 جنيه. فقلت اجربه لو عجبني ابقى اشتري منه بعد كده. وجبت كمان الصابون اللي هو البلد ده، الواحده كانت ب3 جنيه. وكيس الاوكس ده بحب يكون عندي مثلا في غسيل الحمام، يعني اعزكم الله في التنظيفات في الكلام ده، فبحبه قوي هو والاريال جل. بستخدمه في التنظيفات وكده. اما انت زي ما انتوا عارفين بقى الغساله بستخدم لها البرسيل الجل يعني، اللي بقت اسعاره بالمناسبه يعني اسعاره نار جدا جدا. انا بجيب الجيركن اللي هو 8 كيلو ده، وصل دلوقتي اخر مره جايبينه ب175 جنيه. انا مش عارفه والله العظيم، يعني لما اجي اجيبه الشهر الجاي هيكون ب200 جنيه بقى. المهم كده ايه اللي قلت اعمل بقى شويه تنظيفات هنا في المطبخ، بقى لي كتير ما غسلتش الرخامه، يا دوب بمسح الحاجه كده من على وشه وخلاص، لكن ما كنتش بشيل حاجه. فقلت بقى بالمره كده، حاسه ان انا المطبخ مقصره كده في حقه، لما بدخل مثلا اعمل غدا ولا اعمل حاجه ببقى مش متنشطه كده ومش متشجعه بصراحه. فقلت يلا كده نستعين بالله، ورحت جايبه بقى حطيت شويه صابون زي ما انتوا شفتوا كده من السائل، على شويه اوكسي. ما كانش عندي بقى صراحه كلور، بحب احط يعني كلور كده في خلطه التنظيف دي، بحبه قوي بيعقم كده وبيدي ريحه حلوه برضو. فما كانش عندي صراحه، فالمهم قلت ايه اغسل بس كده وخلاص بالسلكه. لمعت بقى السيراميك وكمان الرخامه.
هي الجزء ده في الرخامة كان نضيف، لإن دايمًا طول ما أنا شغّالة مثلًا باعمل شاي، باستخدم برطمان الملح والحاجات دي، على طول إيدي بتبقى في الجزئية دي أو في الجزء ده يعني من الرخام. أمّا الناحية التانية بقى اللي فيها التوابل بقى والمعالق والأطباق والكلام ده كلّه، بصراحة بقى لي كتير ما عملتهاش، حتى دلوقتي كمان هتشوفوا يعني الرخام مش نضيف في المنطقة دي. زي ما قُلت لكم بقى، أنتم عارفين إن في الشتا يعني باكسّل وكده بصراحة، بس هي والله العظيم يعني هي القرار كده أو الطلعة الأولانية دي، هي بس اللي محتاجة إن أنتِ تستعيني بالله كده وتقومي، اللي هو مجرد بس ما أنتِ تسيبِك بقى من النوم ومن السرير ومن الدفا والكلام ده وتقومي تدخلي المطبخ كده، في الأول هتحسّي بالبرد، ومجرد ما جسمِك بقى بياخد حرارة المَيّة بقى وبتبدئي تشتغلي، بتبقي حاسة بالدفا، ولمّا تخلّصي بترجعي تحسّي بالبرد تاني. ففعلًا هو بس الخطوة، بس الزقة الأولانية دي هي بس اللي عليها الرَك، وبعد كده بتلاقي نفسِك اتنشّطتِ واتشجّعتِ. المهم بقى قُلت الحاجات بقى اللي هي كانت على الرف دي بقى، الورد والحاجات اللي أنا حاطاها الديكورات دي، أغسلها بالمَرّة، وغسلت بقى الstand بتاع المناديل. بقى لي فترة ما عنديش مناديل، وبصراحة مفتقداها. المناديل الواحد ما بيعرفش يستغنى عنها في المطبخ، بس هي كمان أسعارها زادت أوي، فأنا بقيت معتبراها من الرفاهيات بصراحة. فلسه بقى عايزة كده إن شاء الله بقى أشتري. هنا كمان المنظمات اللي هي بتاعة المعالق والحاجات دي، زي ما باقول لكم بقى لي فترة كبيرة ما شِلتهاش بصراحة. فمش عاجباني بقى، بتبقى جواها كده مَيّة وبتاع، فقُلت برضه أغسلها بالمَرّة. عايزة أقول لكم بقى يعني موضوع غلا الأسعار ده نعمل فيه إيه بصراحة؟ وهل الأسعار مثلًا عندكم كده زي عندي والّا لأ؟ لإن مثلًا لمّا باقول لكم على اللبن، أسعار اللبن وكده، ألاقي ناس بتقول لي ده إحنا عندنا كيلو اللبن، الكيلو الواحد ب25 جنيه. فبصراحة يعني أنا مش متخيلة إزاي كيلو اللبن ب25 جنيه، كتير، كتير أوي بصراحة يعني. أنا مش عارفة، يمكن عشان إحنا مثلًا في قرية وكده، فإحنا بنشتري من اللبن من الفلاحين وكده فسعره أرخص. أنا عندنا يعني أنا باجيبه لو هاجيبه من الفلاح مباشرةً، مش هاجيبه من محل، ال باجيب ال2 كيلو ب25 جنيه، في المحل ال2 كيلو ب30 جنيه. فأنا مش عارفة بقى يعني الناس كلّها عندها الكيلو ب25 كده فعلًا والّا إيه؟ يعني بجد حرام والله، لو الكيلو ب25 جنيه يبقى حرام. المشكلة إن يعني كل مكان وكل محل بيبيع بمزاجه، يعني تلاقي نفس المنتج في أكتر من محل بأكتر من سعر. مين اللي بيحكم الموضوع ده؟ أو الحكومة مثلًا سايبانا كده إزاي؟ أو يعني بصراحة الواحد بينزل يشتري طلبات البيت كل يوم، عارفين اللي هو بيتنكد وبيرجع. والله العظيم باروح يعني أتغم وارجع كده البيت تاني. تشوفي ناس مثلًا ظروفها على قدها، وناس مش قادرة تشتري والّا بتاع، وناس والله كمان معاها الفلوس يعني. بقى كل المستويات المادية دلوقتي بقت بتشتكي من غلاء الأسعار. المشكلة إن هو مثلًا يعني الأسعار عمّالة بتزيد بطريقة مش طبيعية، وفي نفس الوقت اللي هو الدخل ثابت أو يمكن حتى بيقل. يعني الناس اللي هي بقى يعني ما لهاش دخل ثابت كل شهر وكده، اللي هو زي حالاتنا كده وزي ناس كتير اللي هم اليوم بيومه وكده، فالدخل طبعًا ما بيكونش ثابت، فأنتِ دخلِك مثلًا بيقل أو حتى زي ما هو، وفي نفس الوقت الأسعار بتزيد بطريقة جنونية يعني. هو ده بقى الغلاء الفاحش اللي إحنا كنا طول عمرنا بنسمع عنه، إحنا بقى شُفناه بقى في الأيام دي. مش عارفة بصراحة آخرتها إيه والّا نهايتها إيه. إن الواحد كل يوم يقعد يقول يا رب ارحمنا برحمتك، يا رب ارحمنا برحمتك، يا رب رخّص قوت المسلمين وقوت الناس جميعًا يا رب. إن إحنا بس عايشين بقى، إحنا دلوقتي إحنا كل واحد في تفكيره إن أنا أعدّي اليوم بس، إن أنا أقدر مثلًا أكفّي بيتي أكل وشرب والطلبات الحياة الأساسية كده، كهربا، غاز، مَيّة، أعدّي بس اليوم يبقى أنا كده تمام. فبجد يعني ربنا يرحمنا برحمته بجد، 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 ويعين كل زوج وكل أب وكل رب أسرة يعني. ممكن يكون مثلًا مش الزوج مش موجود يعني، والست هي اللي بتبقى متحمّلة المصاريف، يا رب عين كل واحد وكل واحدة على مصاريف البيت، وما تكسر أب ولا أم قدّام عيالها. فعلًا الدعوة دي أنا كنت باسمعها أو كنت أشوفها في بوستات على الفيسبوك وكده، فكانت بتهزّني من جوايا لمّا أقرأها كده والّا أسمعها من حد، تهزّني من جوايا. إن فعلًا يعني لمّا يبقى أولادِك مثلًا نِفْسهم في حاجة وأنتِ مش قادرة تجيبيها لهم، بتبقى كسرة نِفْس جدًا لولادِك وليكِ وكده قدّامهم. فيا رب، يا رب يعين كل واحد على حاله، ويكرمنا ويرزقنا جميعًا يا رب، اللهم آمين. زي ما شُفتوا كده شِلت كل الحاجات اللي كانت على الرخامة، وغسلتها زي ما أنتم شايفين كده، وكمان لمّعت الحوض، وخلّيت الدنيا هنا كده تمام بالنسبة لي. لسه لي بس برطمانات بقى
التوابل هامسحها برضه، ما حبيتش اغسلها ولا حاجة لإن كان لسه فيها توابل يعني. أنا لمّا باكون مثلًا مقرّبة بقى أخلّص كل التوابل اللي عندي، باروح مفضياهم بقى وغاسلة البرطمانات، لكن أنا قُلت بس إيه، هالمّعهم من على الوش كده. عايزاكم طبعًا تحطّوا لي لايكات كتير كده، عشان اللايك على فكرة بيفرق جدًا معايا في الفيديو. وشكرًا بجد، بجد على الدعم على الفيديوهات الأخيرة، ما شاء الله بجد أنا فرحانة جدًا، مش قادرة أوصف لكم فرحتي قد إيه، لإن بدأ يبقى في إقبال على القناة وفي تفاعل أحسن كتير من الأول. فبجد شكرًا لكل حد دخل قناتي، شكرًا لكل حد اشترك عندي، شكرًا لكل حد بيكتب لي كومنت حلو. عايزة أقول لكم إن أنا بافرح بالكومنتات اللي هي لما يكون حد بيكتب لي لأول مرة، بافرح جدًا، جدًا بيها. لما حد يكتب لي أنا شُفت قناتك مثلًا بالصدفة وعجبتني، بافرح جدًا. امبارح واحدة حبيبتي كتبت لي: "أنا شُفت قناتِك بالصدفة وحسيت إن أنتِ شبهنا." عايزة أقول لكم الكلمة دي فرحتني جدًا، جدًا. يعني إن أنا مثلًا أبقى كلنا شبه بعض وظروفنا زي بعض، وبنحاول إن إحنا نفيد ونستفيد بأفكار مثلًا إزاي نمشّي الدنيا، إزاي نحاول إن إحنا نضبّط الميزانية في الأيام الصعبة دي. فإن حد يقول لي مثلًا أنا فرحت إن أنا شُفت قناتِك لإني حسيتِك شبهي كده، أو ظروفِك شبه ظروفي، فبجد أنا فرحت جدًا. وعايزة أقول لها لو هي سامعاني، عايزة أقول لها إن كومنتِك فرّحني جدًا، جدًا. وشكرًا لكل حد اشترك عندي، شكرًا لكل حد بيكتب لي كومنت حلو، شكرًا لكل حد بيتفرّج على الإعلان للآخر وما بيعملش تخطي للإعلان، علشان خلاص إن شاء الله خلال أيام بسيطة جدًا الحمد لله وأخيرًا هابدأ بقى إن أنا آخُد أول ربح ليّا من القناة، أول قبض من القناة بعد سنتين ونُص تعب، تعب، تعب بجد في القناة. فالحمد لله خلاص فاضل تَكّة بقى، عارفين اللي هو بيقول لك وخلاص فاضل تَكّة، أنا لسه فاضل لي تَكّة صغيّرة كده وأقبض. فشكرًا لكل حد اتفرّج لي على الإعلان وما عملش تخطي، بجد ربنا يديمكم نعمة في حياتي. زي ما شُفتوا بقى لمّعت كل برطمانات التوابل ورجّعتها هنا كده. وكمان كان برطمان الشعرية هو اللي كان فاضي عندي، فرُحت إيه، قُلت أغسله بالمرّة قبل مثلًا ما أفتح كيس شعرية جديد والّا حاجة، أغسله يبقى نضيف معايا. بس كده المكان بقى عندي زي الفل. رُحت بقى للرخامة اللي هي الصغيرة دي، ما كانش عليها أكتر من برطمان المخلل، والكوسترات دي كانت محتاجة تتغسل، برضه حطيتها في الحوض وغسلتها، عشان تبقى كل حاجة كده إيه، نضيفة معايا والمكان كله يبقى زي الفل. عايزة أقول لكم طول ما أنا واقفة بقى شغالة ريحة التنضيف كده ريحة حلوة أوي، وبالذات بقى الأريال الجل ده اللي دايمًا باقول لكم عليه والله. يعني لو عاطين لي فلوس عشان أعمل إعلان مش هاتوصّى بيه أوي كده، بس حقيقي بجد ريحته خطيرة، 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 تحفة. ده أكيد بقى هيبقى في غسيل الهدوم هيبقى تحفة طبعًا. بس أنا زي ما باقول لكم باجيبه بس عشان خاطر التنضيفات وكده، بيدّيني ريحة حلوة وخلّاني بصراحة استغنيت عن المُعطّر. كنت الأول أجيب المُعطّر كده أو اللي هو الدوني السايب ده يعني اللي بيبقى بيتباع في أكياس. بطّلت أجيبه بصراحة من ساعة ما استعملت الأريال الجل، ادّاني نضافة ورغوة وريحة، فبصراحة حلو جدًا. كده الرخامات معايا بقت زي الفل. قُلت بقى أغسل البوتاجاز، هو ما كانش متوسخ أوي، بس أنا قُلت برضه أغسله علشان تاني يوم كده أقوم المكان بقى المطبخ عندي يبقى فايق ورايق، وما يبقاش ورايا حاجة إن غير إن أنا مثلًا أحضّر فطار أو أحضّر غدا، فتبقى الدنيا رايقة معايا وزي الفل وتمام، وأبقى متشجعة كده ومتنشطة. دايمًا كده لمّا يكون المكان اللي أنتِ بتشتغلي فيه نضيف حواليكِ كده ورايق، بتكوني من جواكِ حاسة بهدوء، براحة نفسية، ما بتبقاش أعصابِك مشدودة، على عكس لمّا بتكون الدنيا كده حواليكِ مش مضبوطة وهيجان وما فيش حاجة في مكانها، بتبقى الواحدة بتبقى أعصابها مشدودة وبتفضل تصرّخ بقى. أنا عن نفسي باتكلم عن نفسي بافضل أصرّخ في ولادي واليوم بيبقى مش معدّي. لمّا مثلًا ألاقي كل حاجة مش في مكانها والّا حاجة على الأرض والّا بتاع والّا الأرض مش نضيفة، بابقى متجننة. فبصراحة النضافة فعلًا بتدّي راحة نفسية وبتدّي هدوء كده وهدوء أعصاب، وبتبقى الدنيا رايقة معاكِ كده. بس خلاص غسلت بقى البوتاجاز هنا كده من فوق، وبعد كده هاغسله بقى من برّه. فاكرين بقى أنتم آخر روتين صورته معاكم هنا في المطبخ، كنت عاملة تنضيف عميق في المطبخ، ويومها حصلت يعني مش هاقول كارثة، المهم حصلت حاجة الحمد لله، إن الإزاز بقى بتاع باب الفرن ده كله وقع اتكسر الحمد لله يعني. فالحمد لله غيّرته زي ما أنتم شايفين اهو، يعني أول مرّة أصوّره معاكم بعد ما غيّرته، حلو أوي. بس التاني كان كله الباب كده كان الإزاز كله كان عبارة عن مراية، ده زي ما أنتم شايفين كده الحواف بتاعته غامقة من برّه، والجزء اللي هو في النُص ده كده آآ حلو يعني شفاف كده. فمش عارفة أنا بيتهيأ لي كنت حاسة إن التاني كان أحلى من ده، بس اللي هي إيد الفرن دي بقى أحلى من القديمة بكتير، ما شاء الله متينة كده حلوة عنها. وكمان الرجول اللي غيّرتها، غيّرنا بقى ال4 رجول بتوع البوتاجاز برضه ما شاء الله حلوين عن اللي كانوا فيه. فالحمد لله يعني، يعني جات بخير زي ما قُلت لكم قبل كده برضه ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة.
اتغيروا للأحسن. ويعني أنا صبرت كتير والحمد لله. حلو أوي كده. بس خلاص بقى شديت الأنبوبة برضو وغسلت المكان تحتها، وغسلت كمان الرخامة اللي هي قطعة الرخامة اللي أنا حطاها عليها دي، وخلاص نشفت بقى المطبخ والدنيا بقت تمام معايا، مبقاش فاضل بقى غير ان احنا نفرش. جبت المشاية دي فرشتها كده وخلاص، زي ما انتوا شايفين بقى المطبخ بقى زي الفل ما شاء الله، حلو جدا جدا. ريحة النظافة فيه فرقت جدا جدا معايا في النفسية. الرخامة رايقة، الدنيا رايقة، مفيش مواعين. كمان المطبخ برضو جبت كده الفوطة والبخاخة ومسحته من فوق الظرف بتاعة المطبخ وكمان من تحت. يعني المطبخ بقى معايا زي الفل ما شاء الله اهو، تمام جدا. الرخامة كده رايقة وحلوة، كل حاجة متظبطة. ما بقاش بقى فاضل غير ان انا اعمل بقى حاجة حلوة كده للولاد قبل ما يناموا. بصراحة طول النهار ماسكيني زن، عايزين حاجة حلوة. اتعودوا ان انا كل يوم لا اما اجيب لهم فاكهة لا اما اعمل لهم حاجة حلوة على قد ما بقدر والله. بحاول ان انا اوفر كده من المصروف البيت واجيب لهم لو حاجة بسيطة، يعني عشان خاطر بس يعني الولاد بقى في الفترة دي بتاعة المذاكرة والامتحانات خلاص، يعني فاضل لها حوالي اسبوعين او 3 اسابيع كده او اقل يعني. ففي الفترة دي بيبقوا عايزين دايما مثلا تعملي لهم حاجة حلوة، حاجة مغذية. فعلى قد ما بقدر والله بحاول اعمل لهم. فالنهاردة بصراحة ما كانش عندي اي حاجة في البيت وهم ماسكين الزن من الصبح، عايزين حاجة حلوة عايزين حاجة حلوة. المهم قلت لهم بقى انا هعمل لكم حاجة حلوة من غير ما ادفع ولا مليم ولا نشتري اي حاجة من بره، هنعمل كل حاجة من اللي موجودة في البيت. فعملت لهم شعرية بالسكر حلوة جدا، ما اشتريتش اي حاجة، كلها كانت مكونات في البيت. وعلى قد ما هي والله رخيصة كده وسهلة وبسيطة، على قد ما هي طعمها حلو. حطيت كده في الطاسة او في حلة او اي حاجة عندك شوية زيت كده ومكعب زبدة. انا طبعا حطيت زيت عشان انا حاطه زبده. لو هتعمليها بسمنه ما تحطيش زيت، اعمليها بسمنه بس بتخلي طعمها حلو جدا. ومعايا هنا كيس شعريه اخدت نصه بس، تقدري برضو تعملي الكيس كله. انا عملت نص بس على قد الولاد وكده، وانا برضو كلت معاهم يعني كان جميله بصراحه. مامتي يعني كانت بتعملها لنا زمان واحنا عيال صغيرين، فانا كنت بعشقها. فلما بعملها صراحه بفتكر بقى ايام زمان، وافتكر لما كنا عيال صغيرين كنا نقعد نستنى ونبقاش يعني عندنا صبر ان احنا نستناها لما تخلص. هي اساسا ما بتاخدش اي وقت خالص والله، بتتعمل في دقايق يعني بصراحه. بعد ما حطيت الزبده كده وساحت، نزلت بقى بنص كيس الشعريه وفضلت بقى احمرها كده في الزبده لحد ما اخدت اللون الذهبي الجميل ده. ونزلت عليها ب3 معالق كبار من السكر، ما كانوش مليانين قوي. على نص كيس الشعريه كان السكر بتاعها كان مظبوط جدا. وبعد كده نزلت بكوبايه ميه، يعني كأنك بتحطي المية بتاعة الرز كده تكون مغطية دوب وش الشعرية وخلاص عشان تطلع معاكي مفلفلة، ما تبقاش معجنة كده وماسكة في بعضها. حطيت كمان شوية كده من بشر جوز الهند وشوية زبيب، واخر حاجة كده ظرف من الفانيليا يديها طعم حلو وريحة حلوة. وبعد كده لما اتشربت هديت عليها كأني بسوي الرز بالظبط. ومفيش دقايق وتلاقيها استوت معاكي طالعة كده مفلفلة وسكرها مظبوط وطعمها حلو جدا. ممكن تبان ان هي تحلية يعني غريبة او بسيطة، بس بجد والله العظيم حلوة قوي. طبعا لو في لبن بنعمل الشعرية باللبن اللي هي العادية، لكن مفيش، بتعملي اللي هي دي جميلة والله وحلوة قوي. وانا ولادي بيحبوها، يعني انا من وقت للتاني كده بعملها لهم، جميله وبسيطه وسهله ودفتهم يعني. ولو مثلا انت جعانه كده اخر الليل ومفيش حاجه عندك في التلاجة، هتروحي عامله لك شويه تاكليهم كده، يبقى طعمها حلو قوي، طعم الزبده فيها لذيذ جدا. فبتمنى تجربوها، وبتمنى كمان الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم وتكونوا كده استفدتوا معايا او يعني استمتعتوا او تشجعتوا. هو الروتين ده كان تحفيزي وتشجيعي جدا، فطبعا حطوا لي لايك قبل ما تطلعوا من الفيديو. ويا رب كنت دايما عند حسن ظنكم، ومع السلامه.